اليوم العالم كله يترقب ويراقب باريس الليلة. كل اللاعبين على حافل الكرة الذهبية، ليلة ينتظرها الملايين حول العالم. الليلة المرشح الأول هو عثمان ديمبلي، اللي خطف القلوب بموسمه الأسطوري والأهداف وأرقامه الكبيرة. والمرشح الثاني لامين يامال، موهب الصغير لكن بحلم كبير، مواجهة نارية، لاعب أسطوري. لكن هل تكون القصة محسومة بينهم الاثنين؟ رافينيا حاضر، ومبابي كذلك حاضر، ممكن، وأيضا بدري حاضر، ممكن يقلب الطاولة ويصنع المفاجأة. هل سنشهد تتويج تاريخي أم ظلم جديد يهز العالم الكروي والبلندور الذهبي؟ الليلة في باريس في فرنسا الذهب للصاحب واحد. السؤال من بيكون هذا، من يربح الكرة الذهبية 2025؟ جاوبوني انتم في التعليقات. الذهب يروح لمن؟ لامين يامال، ديمبلي، كيليان مبابي، أو بدري؟ من الذي تتوقعوا يفوز بالبطولة؟ وما هي تمنياتكم؟ من اللاعب اللي يتمنون انه يتوج بالبطولة؟ بالنسبة لي انا والله محتار، بس ما عندي رأي. السلام عليكم.